معانا هنا جلاش وهنعمله مع بعض. صينية we grease the pan with oil. دلوقتي نحط طبقات تاني، نحط تاني بتمطر، نحط طبقات. That's ground beef. That's goulash stuffed with ground beef or لسه شوية، كم طبقة كده عشان ما بحبش الزيت الكتير. كم طبقة كده. What's goulash stuffed with ground beef. جلاش باللحمة المفرومة هنا. زيت. انا عارف في ناس بيحطوا كمية زيت رهيبة عليه، ف حبة حبة مش كتير قوي اهو. ايه دي الصينية اهي معانا. هناخد نص الجلاش. We're gonna take half of the goulash or the filo dough. اوكي اعتقد ان احنا كده that's enough. خلاص عملنا. هنرش خلاص. دي كده لحمة متعصجة، هننزل باللحمة المتعصجة. نفردها spread it. دلوقتي هنفردها. هنقفلها ازاي؟ we're gonna cover it with filo dough. ونجيب بقى الناحية اللي ناشفة. شايفين دي الناحية اللي ناشفة تبقى هي اللي على الوش هنا، عشان نسيب الحتة الطرية اللي على الوش دلوقتي. ده الناشف اللي بيتقطع هنخليه في النص. انا ما بحطش زيت كتير فدي اذواق. خلينا نرش. gonna spray. هنعمل ايه دلوقتي؟ هنقفل بقى. بحطها من تحت. شايفين الطريقة؟ خلينا اقفل باخر اتنين الاول عشان متقطعين شوية. انا مش عايزة التقطيعة دي تبان اهو. نرش. خلاص. شايفين هنعمل ايه يا جماعة؟ شايفين كل ده؟ See all of that? We're gonna carry it and put it underneath it. هنحطه من تحت. شايفين؟ اهو زي الفل. اخر حتة كمان هنا اهو. كده كده قفلنا الناحية دي زي الفل. هنقفل كمان الناحية دي. هنمسكهم كلهم مع بعض ونتني اهو. هنمسك ونتني زي الفل اهو. يبقى معايا الصينية ماسكة نفسها كأنك بتعملي فطيرة باللحمة المفرومة. تاني همسكهم وارفع اتني جوه واسيبهم تاني عشان اهوبط اهو. امسكهم كلهم واتني اهو. ومعانا احلى صينيه جلاش باللحمه المفرومه. شايفين منظرها حلوه ازاي؟ هنقطع صينيه الجلاش. we're gonna cut it. خلاص قطعناها.
هندخلها الفرن. we're gonna put it in the oven at 350 for 5 minutes. Then we're gonna add liquid to it. I'll show salt and pepper. حطيت معلقتين لبن بودرة على كوباية مية وبضاية وملح وفلفل. It's been 5 minutes in the oven. So the next step is we're gonna add that to it. هنعمل ايه؟ You need to make sure that every tiny bit has milk with eggs. ده يورقها بالعربي، هيورقها. Okay, شايفين؟ It's ready to be in the oven again for like 30 minutes. It will be ready. It's very simple. Goulash with ground beef.